عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في قصة جديدة. القصة ديال اليوم غادي تدينا لمدينة تطوان، وبالضبط في سنة 2009 في شهر 6. كتهضر على واحد السيدة سميتها حسنة. كانت مسافرة هي والزوج ديالها اللي سميتو عزيز عند شي ناس من عائلتهم كيسكنوا فوق الجبل. فاش رجعوا لدارهم وحلوا الباب بقاو كيشموا فواحد الريحة خايبة وخانزة بزاف، بحال ريحة الجيفة كانت قوية جاية من الدار اللي فوق منهم. مشات حسنة كتجري دقت على جيرانهم، قالت لهم راه واحد الريحة عندي في الدار خايبة بزاف بحال ديال الجيفة، ما عرفت شنو ندير، راها واقيلا جايه من الدار اللي فوق منا. قالوا ليها الجيران ضروري خصك تعيطي للبوليس. عيطات البوليس دغيا غادي يجيو. جاو لعين المكان، حلوا الباب وغيتفاجئوا بواحد المنظر خايب. واحد الريحه بعدا كانت كتخرج، واحد الريحه قويه. البوليس ما قدروش بروسهم يستحملوا هاد الريحه. دخلوا للدار وهو يبان لهم واحد الراجل كبير في السن، مضروب على الراس ديالو وطيح على كرشو، وحداه واحد القرعه ديال الزاج مهرسه ومنفوخ بحال كان ميت شحال هادي، والدار كانت كلها مقربله ومرونه. البوليس هنا غادي يعرفوا بانها جريمه قتل بدافع السرقه. البوليس بداو كيديروا التحريات ويجمعوا الدلائل على هاد الضحيه. جابوا حسنه للكوميساريه وبداو كيحقوا معاها. قالت لهم حسنه هاد السيد كان ساكن فوق منا، الله يعمرها دار، هو فقيه كيجيو عنده الناس من كل بلاصه، كان كيسبب ليهم وكيدير ليهم القبول وكيدير ليهم حتى الخيوبه. ومؤخرا قبل ما يسافر جاو عنده واحد جوج رجال، سولوا عليه ودقوا عليه الباب وما لقاوش. دقوا علينا وسولونا عليه واش شفناه، حيت كيتسالوه شي فلوس وما بغاش يعطيها ليهم، وبقاو كيتحلفوا عليه الا ما ردش ليهم رزقهم غادي يقتلوه. قالوا ليها واش عاقله على الشكل ديالهم كيفاش دايرين؟ قالت لهم حسنا لا، الملامح ديالهم ما عقلتش عليهم بزاف. قالوا ليها البوليس كيفاش وقفتي معاهم هاد المده كامله وهضرتي معاهم وما عقلتيش عليهم حتى في وجههم؟ قالوا ليها ضروري تكوني عقلتي عليهم ولو حتى شويه. قالت لهم لا، ما بقيتش عاقله. البوليس هنا غادي يبقاو شادينها مده طويله كيحقوا معاها، وهي كتبقى كتفكر بحال راه باغا تقول شي حاجه. وفي الاخر قالت لهم عندي واحد القصه اخرى، انا بصراحه كنت ساتراها ولكن دابا غنقولها لكم، غادي نفضح كل شيء. قالوا ليها البوليس قولي لنا اشنو عندك. قالت لهم حسنه واحد بنت خالتي كتسكن في الجبل وكانت كتجي عندي مره. واحد النهار جات عندي جلست عندي شي ايامات، واحد النهار طلعت للسطح وشفتها تعطلات. قالت لهم بصراحه شكيت فيها، كيفاش كتطلع ديما للسطح وكتعطل؟ شكيت فيها وفاش سولتها وزيرتها قالت لي راه هذاك الفقيه راني كنعجبو، راني كندخل عنده مره شحال هادي وكيتهلا فيا، ولكن دابا طلع ليا في راسي وعيق عليا. قالت لهم واقيلا هي اللي غتكون قتلاتو. البوليس هنا غادي يعيطوا على هاد السيده اللي من عائلتها وغادي يسولوها ويديروا معاها لونكيت. هي بصراحه نفات وقالت لهم بانه هي ما كتعرفوش وعمرها شافته وما عمرها كانت بينها وبينه شي علاقه، وباللي حسنه هي اللي كانت عندها علاقه مع هاد الفقيه، وهي اللي اعترفت ليها بفمها بانها عندها علاقه معاه وبانه هو كيتهلا فيها. البوليس هنا غادي يواجهوهم جوج، كل وحده وشنو كتقول. لقاو حسنه كل مره كتخرج وتدخل في الهضره، وكل مره كتغير الاقوال ديالها عكس ديال بنت خالتها، كانت ثابته في الكلام ديالها. بقاو البوليس مزيرين في حسنه حيت كانت غير كتفتف في الهضره، حتى قالت لهم صافي غنقول لكم كل شيء. وهنا غادي تفرقع لهم الرمانه. واجيو تسمعوا معايا هاد القصه. بمدينه تطوان كان هاد الفقيه اللي سميتو عبد السلام كيستقبل الناس في دارو. كان عايش في واحد الشقه في الطبقه الثانيه، كان كيهز ليهم الخط ويدير ليهم الحجابات، وكانوا كيجيو عنده اشكال وانواع ديال الناس، عيالات ورجال، وكل واحد والمقصود ديالو، اللي بغى القبول، اللي بغى تزوج، اللي بغى تنتقم والى اخره. ومن بين هاد الناس كانت حسنه جارته اللي ساكنه في الدار السفليه، كان كارهه ليهم، كانت كتجي عند هاد الفقيه يحيد عليها العين ويبعد عليها الحساد والتابعه، وهز ليها شحال من مره الخط وكيدير ليها القبول. كل مره كتبقى غاده جايه عنده حتى تطورت العلاقه بيناتهم. ما بقاتش علاقه خدمه صافي، ولكن ولات بيناتهم واحد العلاقه عاطفيه ودخلات حتى الفساد، حيت كان ديما كتشكى ليه من راجلها ما كيصرفش عليها وما عندوش شي خدمه مقاده، وهي ديما كانت كتقول ليه بانها مخصوصه
وما عندهاش الفلوس، وقالت لي بانه راجلها ما عمرو حن فيها وما مرتاحش معاه. قالت لهم بانه الفقيه استغل هاد النقطه اللي قلت ليه وطلب مني باني نطلق من راجلي، وقال ليها الا طلقتي منه غادي نتزوج فيك ونتهلا فيك ونجيب لك اللي حليتي عليها فمك. حسنا اثر عليها الفقيه على التفكير ديالها، كان كيعطيها الفلوس ويعطيها الكادوات ووعدها يكتب ليها الدار، وكان كيوريها الفلوس اللي كان مخبي في واحد الصاك صغير، وكان كيقول ليها كل شي ديالك وكيجيب ليها اللي بغات. حسنا بقات كتخمم، قالت اشنو غندير وكيفاش غنتفك من راجلي. واحد النهار تشجعات ومشات عند راجلها جلست معاه، قالت ليه انا عييت من هاد العيشه معاك، طلقني انا ما مرتاحش معاك. راجلها جاوبها بواحد البرود، قال لها علاش باغا تطلقي؟ قالت لي انت ما كتصرفش عليا وانا ما مرتاحش معاك، وانت راجل مزلوط ما عندك والو، وديما عاطيها عين النعاس والنقير، ما كدير والو في حياتك. من بعد هاد المشادات الكلاميه اعترفت ليه باللي بغات تطلق منه باش تزوج هاد الفقيه، حيت كتمشي معاه وكتطلع عنده فاش هو ما كيكونش في الدار. وقالت لي بانه كيتهلا فيها ويعطيها الفلوس ويجيب ليها الكادوات. ولكن راجلها جاوبها بواحد البرود، قال لها دابا انت بغيتي تزوجي بالفقيه حيت عنده الفلوس، واش انت متاكده انه عنده الفلوس؟ قالت لي حسنا شفتهم بعيني في واحد الصاك. هنا راجلها غادي يدخل لعقلو الشيطان وغادي يبقى يوسوس ليه، وغادي يقول مرتو صافي اجي نصفيو عليه وناخدو هذيك الفلوس اللي عنده وغادي نعيش انا وياك مبرعين. فعلا داكشي اللي كان، داروا واحد الخطه ديالهم وتفاهموا بيناتهم شنو غادي يديروا باش يصفيوها لهاد الفقيه. في واحد الصباح طلعت حسنة عند الفقيه وراجلها بقى مخبي مورا الباب، موجد واحد الحديده كبيره. دقات عليه، حل ليها الباب وسلمت عليه، قالت ليه لاباس عليك؟ بقات عي كتهضر معاه وتضحك معاه. هنايا غتحول الضوء للفقيه وجهو جهه الحيط. واحد شويه ويدخل راجلها مع الباب بلا ما يحس، جاه من اللور وضربو بالحديده 3 ديال الضربات مجهده، هو يطيح مسكين في البلاصه. خلاوه مسكين غارق في دماياتو، خلاوه طايح على وجهه. بقاو غير كيقلبوا في الدار كامله قنت باش يلقاو الفلوس. لقاو غير 2 المليون، هزوها وهنايا غادي يلقاو واحد الشانطه كان الفقيه مخبيها، وهزوا الحديده وخرجوا وسدوا الباب. وهنايا عزيز غادي يطلع للسطح، غادي يرمي ديك الحديده باش ضربوه مورا الدار، وغادي يرجعوا يهبطوا لدارهم. وهنايا غادي يحلوا هذيك الشانطه اللي لقاو عند الفقيه، كيسحب ليهم فيها الفلوس، لقاو فيها غير الوراق. هنا غادي يتصدموا، غادي يتفاجئوا، ما لقاو ما يديروا. قسموا هذيك 2 المليون، حسنا شدات مليون وعزيز خدا مليون. جمعوا حوايجهم ومشاو عند شي عائلتهم في الجبل، جلسوا واحد المده تما ومن بعد رجعوا لتطوان. وهنا حسنا دارت راسها ما في راسها والو، عيطات البوليس وقالت لهم على ديك الريحه اللي شمت عند جارة الفقيه اللي فوق منهم. من بعد هاد التحقيقات والمعاينات ديال البوليس كلشي تفضح في الاخر. وهنايا البوليس فاش مشاو قلبوا دار حسنه لقاو هذيك الشنطه ديال الفقيه تما عندهم. من بعد الاعترافات لقاو الحديده باش تضرب الفقيه. عزيز مورا هادشي كامل والاعترافات ورا ليهم فين رماها، دارت ليها الخبره ولقاو الدم ديال الفقيه فيها نشف، وحتى ديك الشنطه اللي لقاو فيها لاكارت والوراق ديال الاداره كانت فيها اسم الضحيه. وهنا غيعتقلوهم بجوج وتقدموا المحكمه بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وتحكموا بالمؤبد. داروا هاد الجريمه على اساس يلقاو فلوس صحيحه، وفي الاخر دخلوا للحبس على 2 المليون. حياتهم كامله مشات. القصه ديال اليوم سالات. الا كانت عجباتكم ما تنساوش تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يبقى يوصلكم كل جديد. كانت معكم قصص المغتربه، دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.